السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم في خير يا رب. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك الويفر او الكيك الجزائري، لان الوصفة دي وصفة جزائرية. احنا المصريين كلهم شافوها وهي طالعة ترند الايام دي، والكل بيعملها والكل يعني واخده الترند كله. فانا قلت برضو اعملها معاكم عشان اللي ما شافش الوصفة يشوفها معايا. الوصفة جميلة جدا وسهلة جدا، مكوناتها سهلة واي ست بيت تقدر تعملها بمنتهى السهولة. مكونات الوصفة معايا عشان ما اطولش عليكم في الكلام. معانا هنا 4 بيضات، هنحطهم في البولة اللي انا هعجن فيها كده. هضيف عليهم ظرف من الفانيليا عشان زفرت البيض طبعا، وهبتدي اقلب المكونات دي كلها مع بعضيها كده، البيض مع الفانيليا نقلبهم شويه كده. وهنا معايا كوبايه من السكر الناعم، مش الناعم اللي هو البودر، لا انا عشان كان عندي سكر التموين بتاعي طلع خشن، فانا ضربته نص ضربه كده في الكبه بتاعه الخلاط وهضيفه. لو انت عندك السكر بتاع الشاي الناعم اعملي بيه عادي، مش عشان بس انا ضربته عشان ما يبقاش ايه المخرز معايا في الوصفه. انت لو عندك السكر ناعم حطيه على طول. هبتدي بقى اضرب المكونات دي كلها كده مع بعضيها لحد السكر ما يدوب مع البيض، وهنبتدي نضيف بقيه الاضافات. البسكوت ده يا جماعه روعه روعه روعه، كل الناس عملته على اليوتيوب، فانا قلت اعمله مع متابعيني وحبايبي. برضو انا كمان اجرب الوصفه واعملها لكم لعلها تعجبكم. بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها السكر هعاير بيها الزيت ده، يعني حطيت سكر كوبايه مقدارها، المعيار بتاعها 200 جرام، والزيت المعيار بتاعه 200 جرام برضو. هبتدي اضيفهم كده على البيض وعلى السكر، وهقلب برضو تاني المكونات كلها مع بعضيها عشان تندمج. هي بعد ما بنحط البيض على والسكر ونضيف عليهم الزيت فبتفصل، فاحنا هنفضل نقلب لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعضيها، عشان الزيت بيخلي البيض يفصل طبعا مع اضافة الزيت. هنضيف عليهم 500 جرام من الدقيق، يعني ما يعادل نص كيلو دقيق او 4 كوبايات ونص من الدقيق. فانا مش هنزل بالدقيق مره واحده، هنزل حبه حبه كده، وهبتدي الم العجينه. احنا العجينه دي ما بتتعجنش، بتتلم يا جماعه. دلوقتي حطيت نص الكميه، وهنا دول معلقتين من النشا هنحطهم. النشا ده بينعم العجينه وبيخليها هشه وجميله. وهنضيف عليها باكت من البيكنج باودر. ضفنا الباكت اهو كله على العجينه، ونبتدي نلمها بالراحه كده. نبتدي نلم العجينه بتاعتنا. انا عايزه عجينه ملزقه شويه، مش عايزاها يابسه، لان لسه في اضافات تانية هنضيفها على العجينه. هنضيف برضو شويه دقيق حبه بحبه كده، ونشوف القوام بتاعنا. انا عايزه فيها تلزيقه بسيطه كده عشان لسه في مكونات تانية هنضيفها. دلوقتي هبتدي الم العجينه بتاعتي كده واقسمها بقى على جزئين. اخد منها جزء في البوله التانية كده. دلوقتي انا قسمت العجينه المقدار قد بعضه، دي قد دي، فانا هاخد بقى هنا الكميه ديت. دلوقتي انا هركن ديت العجينه دي، وهبتدي اجيب العجينه دي وهضيف عليها حبه دقيق صغيرين كده، وابتدي بقى المها بايدي كده. انا لميت العجينه البيضه اهي، شايفين العجينه عامله ازاي اهي، مش ناشفه وطريه وحلوه. انا عايزه العجينه بتاعتها تبقى كده اهو. العجينه انا بقى هبتدي المها كده على بعضها، واروح حطاها مغطياها بكيس، ونشوف التانية هنعمل فيها ايه.
هغطيها بالكيس كده واسيبها تستريح على ما نشوف التانية اللي هنضيف عليها معلقتين من الكاكاو، عشان انا عايزه عجينه بيضه وعجينه بالكاكاو. هبتدي برضو اعجنها بايدي، هعجنها بايدي يا جماعه. ولو حسيت ان هي عايزه دقيق، العجينه لسه طريه معايا، هضيف لها برضو معلقتين دقيق، مفيش اي مشاكل. فانا عايزه حطيت الاول الكاكاو وهلمها بالكاكاو كده زي ما انتم شايفين. ولو انا حسيت ان العجينه بتاعتي لسه طريه ومحتاجه مني معلقتين دقيق تاني انا هحطهم. انا ضفت هنا معلقتين دقيق، حسيت ان العجينه طريه، وضفت برضو حبه كاكاو تاني عشان العجينه بتاعتي تتماسك. نبتدي بقى نعجنهم كده ببعض اهو. انا حبيت برضو اوريكم اللقطه دي، ان انا زودتها معلقه دقيق ومعلقه كاكاو تاني. هلمها بقى وارجع لكم. حسيتي ان العجينه بتلزق في ايدك برضو كده، حاولي تلميها كده من الطبق ببلة زيت بسيطه كده زي ما انا عملت كده، وتلمي بيها العجينه بنفس الشكل ده كده اهو. العجينه بتاعتي طريه برضو اهي، شايفين العجينه بتاعتي طريه وحلوه والاتنين قد بعض. فانا هبتدي بقى اشيلهم وابتدي نفرد بقى العجينه. نشوف، تعالوا بقى نشوف التكات اللي هنعملها عشان نطلع بسكوت الويفر او الترند اللي مالي الفيسبوك واليوتيوب، هنعمله مع بعضين اهو. بس كده انا سبت العجينه تستريح وهنرجع بقى مع بعض. دلوقتي انا جبت المفرش اللي هفرد عليه العجينه بتاعتي، واحط عليه قليل جدا من الزيت زي كده عشان العجينه بس ما تلزقش في قلب المفرش. وهبتدي افرد العجينه. بصوا انا هدهن المفرش كله كده بالزيت عشان العجينه ما تلزقش فيه بالشكل ده كده. هبتدي بقى اجيب العجينه ونفردها العجينه معايا اهي. هجيب بقى كيس من البلاستيك كده عشان يسهل معايا عمليه الفرد، وابتدي افرد العجينه بتاعتي بالمنظر ده كده. نفردها كلها سوا واحد، يعني البيضه زي السمره او زي اللي هي بالكاكاو. هنعملها كده. الكيس هيسهل معاكي عمليه الفرد، متخليش حته تخينه وحته رفيعه. بصوا انا قلبت الكيس وهبتدي افرد بالمرزنه بتاعتي بالمنظر ده كده. العجينه دي خدت معايا يا جماعه نص كيلو ونص كوبايه زيت، نص كوبايه دقيق. يعني حطيت نص كيلو دقيق وزودت عليه نص كوبايه عشان الامانه، يعني مش هقولك نص كيلو عشان انا زودت عشان العجينه كانت طريه شويه. فانت في ايدك ممكن لو لقيتيها يابسه تزوديها شويه زيت، لو لقيتيها طريه تزوديها شويه دقيق. دلوقتي انا فردت البيضه بالحجم ده كده. هشيل المفرش ده كله كده زي ما هي، مش هاجي جنبيها عشان هفرد التانية على ورق زبده ونضيف الاتنين على بعض. برضو هدهن ورقه الزبده بحبه زيت عشان برضو ما تلزقش معايا وتطلع معايا بسهوله. نبتدي نفرد برضو بنفس الطريقه كيس البلاستيك على العجينه، بططها كده. نبتدي نفرد العجينه بتاعتي، عايزه الاتنين قد بعض بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فردت العجينه بتاعت بالكاكاو، وهنجيب بقى العجينه البيضاء بتاعتنا. انا بدات هنا بقى اظبط الحروف على بعضيها اهو. تحس ان في حته تخينه ناخدها كده على بره. بصوا هنبتدي بقى نقلب الحرف ده كده. نبتدي نجيب الكيس بتاعنا او ورق الزبده ونفرد العجينه بتاعتنا بالمنظر ده.
طبعا انا عندي المطبخ الرخامه صغيره ومش عارفه في البراغي، فانا هقلبها معاكي كده عشان ايه نرجع ناخد العكس كده برضو كده. دي تاني مرة اقلبها برضو. احط ورقة الزبدة ونبتدي نفرد كده كمان مرة العكس كده عشان تديها طبقات من جوه كتير. نبتدي نعمل كده اهو كده عشان تتفرد معانا بسهولة. كده 3. لازم نخلي الجزء الابيض هو اللي فوق يا جماعه لحد ما يجينا يبقى شفاف كده. دي كمان مره وخلاص كده. دي كده 4 مرات. انا هطبقها كده 4 طبقات كده. دلوقتي انا معايا الصينيه اللي انا هنزل فيها البسكوت بتاعي او الكيكه بتاعتي، هنزله وهرجع لكم. دلوقتي انا نزلتها في الصينيه اهو. ابتدي بقى اسويها كده، نسوي كده حاولي ما تخليش فيها حته تخينه وحته رفيعه، حاولي تخلي السمك كله قد بعضه بالمنظر ده كده. هندخلها على فرن درجه حراره 180. انت بقى عايزه تخليها اتخن من كده خليها. انا يعني خليتها سمك معقول بالمنظر ده اهي. انا ادخلها الفرن وهنيجي بقى نشوفها مع بعض بعد ما تطلع. هي بتاخد وقت سوا من تلت ساعه لنص ساعه. هنا معايا باكت من الشوكولاته سما. انا هبتدي بقى اخد منه جزء كبير كده، هبتدي اسيحه في الميكروويف. احط عليه معلقتين زيت ولا معلقه زيت واحطه في الميكروويف يفك، عشان اول ما البسكوت بتاعي يطلع هنحط الشوكولاته على الوش على طول. كده البسكوت بتاعي طلع من الفرن اهو. هبتدي بقى اعمل الشوكولاته سيحه وهاجي اضيفها على الوش. دلوقتي ابتدي اضيف الشوكولاته على البسكوت بتاعي بالمنظر ده كده. وطبعا لازم ننزلها والبسكوت سخن عشان الشوكولاته تسيح على وش البسكوت وتغمر البسكوت كله. نفرده كده بالمنظر ده كده. اسوي الشوكولاته برضو كده كلها على وش البسكوت بتاعي اهو كده بالمنظر ده كده. وعندي برضو شوكولاته بيضه هسيحها واجي اعمل شكل حلو على وش البسكوت واحنا بنقطعه. هيطلع بقى المنظر جميل جدا. وهنجيب هنا شوكولاته بيضه، ابتدي اعمل خطوط كده وهجيب بقى سن سكينه او اي حاجه. نبتدي نعمل كده اهو شكل. بصوا رايح جاي كده يديكم منظر جميل في الكيكه او البسكوت الويفر بتاعنا اهو.
دلوقتي بقى نقطعها مع بعض ونشوف النتيجة النهائية بتاعتها، اكيد هتطلع خطيرة. وبكده بعد ما زوقنا البسكوت الويفر كده الصينية كده كل الشوكولاتة مسكت نفسها، نبتدي بقى نقطع كده ونشوف المنظر مع بعض، والشكل والطعم بتاعها اكيد هيبقى خطير. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى نقطع البسكوت بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقطعه قطع زي قطع الكيك كده، بس قطع صغيره، مش هقطعه قطع كبيره. لو انت حابه تقطعيه زي البسكوت الويفر قطعيه زي البسكوت الويفر، هيطلع معاكي بردك حلو جدا، بس انا بحب اقطعه زي الكيكه كده احسن. شايفين بقى الطبقات بتاعه البسكوته طالعه عامله ازاي؟ طالعه جميله جدا. بسكوت سهل جدا وسريع، والطعم حكايه، مش قادره اقولك على طعمه. وفي 10 دقايق عملناه. نقدر نقول ان هو بسكوت ال10 دقايق، او بسكوت الويفر، او الحلوى اللي بين البسكوت وبين البيتيفور وبين الويفر. جميله جدا. ارجو يكون الفيديو بتاعي عجب حضراتكم، وهستناكم بقى تشرفوني في قناتي وتعملوا اشتراك لو اول مره بتشوفيني. انا قناتي اسمها اكلات مصريه مع عزه نصر. ارجو تشرفيني بالتعليق بتاعك يا قمر، وارجو اكون فدتكم بالفيديو بتاعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.